وبعدين وياك يا ماما، انت اليومين دول ماسكالي حكايه الجواز وكل يوم تقولي لي اتجوز اتجوز. ده نفسي افرح بيك يا كمال يا ابني. وهو الجواز حاجه سهله؟ مش لما ظروفنا تتصلح؟ اهي متصلحه والحمد لله. مش اخواتك البنات اتجوزوا؟ يعني انت مصممه تجوزيني؟ مصممه قوي، بس اختار وانا من بكره اروح اخطب اللي تختارها. وصادك بنات العيله كلهم امارات، وعندك بنتي سي ايوب وعنايات وسميره. انت قلتي لي على كل دول قبل كده وقلت لك لا. تبقى انت بقى منظر على واحده. مين هي يا كمال؟ ان كان ضروره اتجوز يبقى ما فيش غير هاله بنت الحاج صاحب العماره. ايه؟ هاله بنت الحاج شفيق؟ ايوه هي دي اللي عجباني. لكن دي يا ابني حيلة ابوها ومتدلعه، وابوها راجل مستور واحنا على قد الحال. وايه يعني؟ تفتكر ابوها ما يرضاش؟ إن كان على الحاج شفيق راجل طيب وبيعزنا وما يردليش طلب، لكن هي البنت طالعه فيها شويه. صحيح كانت مخطوبه والخطوبه اتفكت، انما نفسها كبيره برضه. لا 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 يا ماما، انت متهيألك بس، دي هاله كويسه. وانا قلت مش كويسه؟ دي كفايه انها بنت اصول، وابوها الحاج شفيق راجل طيب ومتيسر. انما قصدي اقول لك انها بنت عز وتربت على الغالي، واحنا على قد الحال ومش هتقدر على مصاريفها ومطالبها. ما هو يا اما اتجوز هاله يا بلاش جواز خالص. هاله يا كمال يا ابني ما احناش قدها، مش هتقدر تعيشها بمهيتك البسيطه زي ما هي عايزه. ازاي يعني مثلا هتسكنها في الشقه الصغيره اللي احنا قاعدين فيها دي؟ ليه لا؟ وده معقول؟ تبقى عمارة أبوها واخدين فيها دور بحاله، وبعد ما تتجوز تسكن في أصغر شقة في العمارة، والجيران يقولوا إيه؟ يقولوا زي ما يعجبهم. على كل حال إذا حصل اسمه واتجوزتها مش هنسكن هنا خالص. وهي ترضى تسيب أبوها، وأبوها يرضى بنته الوحيدة تعيش بعيد عنه؟ انت يا ماما بتتكلمي زي ما يكون كل شيء تم ومفيش غير مشكلة السكن. هي مشكلة السكن بس؟ عندك المعيشة والمصاريف والتكاليف دي كلها حاجات تتدبر بعدين. انت يظهر يا ماما مالكيش غرض اتجوز هالة، ومادام كده يبقى خلاص نصرف نظر عن موضوع الجواز ده خالص. بلاش جواز. بلاش ازاي؟ على كل حال مادام انت حاطط عينك على هالة، انا هنزل دلوقتي حالا اكلم الحاج شفيق، وربنا بقى يقدرك على مصاريف العروسة. معنى كلامك ده انك ضامنه ان الخطوبه هتتم؟ حط ودنك على الشباك واذا سمعتني بزغرط يبقى خلاص. والله انستينا يا حاجة أمينة. الله يأنسك يا حاج شفيق. ها يعني ما اديتنيش كلمة. كلمة ايه؟ انا موافق بالثلث. هو انا هلاقي لها عريس ابن ناس طيبين احسن من كمال؟ على الاقل افضل من خطيبها الاولاني اللي ملوش شغلة غير الصرمحة والبعزقة في القرشين اللي ورثهم. يعني أزغرط؟ أنا أصلي قلت لكمال إذا سمعتني بزغرط تنزل على طول تحضر الشبكة كده؟ طيب استني شوية، زمان هالة جاية وناخد رأيها. أهو ده اللي أنا خايفة منه. خايفة ازاي؟ مش لازم ناخد رأي العروسة؟ ما قلتش حاجة، بس قبل ما تاخد رأيها فهمها إن كمال كويس، وقول لها كده عنه كلمتين من كلامك الحلو. ولا عندك رأي تاني؟ ولا تاني ولا تالت. أنا فعلا بعز كمال ومعجب بيه. يا فهيمة. نعم. فين القهوة؟ حاضر يا سيدي، حالا القهوة جاية. ايه اهو انا يا حاجة من يوم المرحومة ما ماتت لحد دلوقتي ما شربتش فنجان قهوة زي الناس. ايه زمن 10 سنين. يا فهيمة فين القهوة يا بنت؟ إن ما كانتش عملتها أو ما نعملها يا حاج. كتر ألف خيرك. انت لو عملت فنجان قهوة مرضاش اشرب. ليه يا حاج؟ أنا برضو أعرف أعمل قهوة كويسة. عارف إن قهوتك لازم تكون كويسة وعال العال، وعلشان كده ما اشربهاش. أشرب النهاردة فنجان قهوة مظبوط وعال عاملاه انت بإيديكي، أتعود على كده. وبعدين بكرة مين يعمل لي فنجان زيه؟ القهوة يا سيدي. اتفضلي يا ستي. حط الصينية هنا. هي ستك هالة لسه ما جاتش؟ جات يا سيدي وجايبة شوية فساتين. بابا. هالة تعالي يا أمورة، مفيش حد غريب هنا. أما يا بابا جبت شوية فساتين إنما جنان. جبت فستان. أهلا طنط أمينة. أهلا وسهلا. اتفرجي بقى مع بابا على الحاجات اللي اشتريتها. ازيك يا هالة يا أمورة؟ الله يسلمك. فرجيني يا حبيبتي على الفساتين الحلوة اللي زيك. الله ايه ده كله؟ إيش ده